هذه هي المعسره اللي غادي ديروا بها حاله في رمضان ان شاء الله، مع واحد الاسيست تخلي المول الاسطوري تاعكم ما يسيلش. كنت دائما نشوفها عند صحراوي اللي يبيعوا لاتاي، حتى كتب ربي جربتها وجات بزاف بنينه خفيفه ومعسله، غير ديروا لها حفظ غادي تسحقوها. هنا نجيبوا كاس مشي معمر تاع الكاوكاو محمص ومرحي، نص كاس قطايف، 4 مغارف سكر، قشور البرتقال او الليم، نديروا 2 مغارف تاع زبده تكون دايبه، نخلطوا كامل دوك المقادير مع بعضهم البعض، نص كاس تاع الفارينه، ونزيدوا هنايا نص كيس خميره كيميائيه، نديروا 2 حبات تاع البيض ونصف علبه ياغورت طبيعي اختياريه. قعدت نخلط ويعني العجينه دات لي 3 حبات بيض يكونوا كبار. بالنسبه للمول خيروا اللي عندكم، انا غادي ندير في هذا المول الاسطوري لازم له دائما بابي كويسون، دائما نستعمل بابي كويسون من عند ميرا بلوس. نحكمو نطبقوه باش مين نديروه في المول يدخل فيه كاع، نقصوا الزوائد ونحطوا هذاك الخليط تاعنا تاع هذاك الكاوكاو اللي درناه الاول، نملسوه كاع في هذاك البلاطو تاعنا، ديروا من الفوق جوز كركاع لوز كاوكاو كيما تبغوا. انا درت كركاع وزدت له لوز ايفيلي من الفوق، طيبوها على 180 درجه من التحت وبعد تحمروها من الفوق، تعسلوها بكاس تاع الحسل يكون بارد، وبصحتكم سلام. بقلاوة القطايف غير في المول العجيب. هاد الوصفة لازم تدسوها المعسلات رمضان، تجي سهلة خفيفة مع السر اللي يخليها مقرمشة وذهبية. نبداو بكاس مخلط بين مارغرين وسمن يكونوا دايبين، نخليهم على جهه ونروحوا للحشو. عندنا كاس ونص تاع الكاوكاو، انا الكاوكاو نص كان مقلي ونص درته ابيض، نحطهم في الحشو، نزيدوا لهم 4 مغارف سكر كلاصي، قرصه تاع الملح لافاني وشويه من هذيك الزبده اللي ذوبناها، ونلموا بالمازهر. درت واحد نص كاس تاع مازهر. تجيبوا قطايف، انا درت غير نصف العلبه تاعهم، تحلوهم هكا بيديكم وتدوهم للروبو تطحنوهم مليح، يولوا لكم هكا مفتين. تجيبوا هذيك الزبده اللي ذوبناها الاولى وتشمخوا مليح دوك القطايف حتى يدخل فيهم مغايه. وباش ما يلصقوليش في المول دائما نستعمل بابي كويسون من عند ميرا بلوس، قسمتها على حساب المول الاسطوري اللي قرانا نستعملوه، وقلت لكم هذا المول ساهل ماهل ويدير لكم كميه كبيره. نفرش الاولى كميه من هذوك القطايف، نطبزهم مليح باليد تاعي وندير الحشو في الوسط، ونزيد نكمل بطبقه من القطايف من الفوق، تزيروا مليح باش من بعدها من طيب ما تنحللكمش. دهنتها من الفوق بسمن ولا مارغرين كيما راكم باغيين، ودخلوها طيب على 200 درجه من تحت، وبعد شعلوا ليها من الفوق تحمر، عسلوها بحسن يكون بارد. درت لها واحد الكاس تاع العسل، خلوها حتى تشرب، قلبوها تشوفوا كي يطير معاكم هذاك الورقه وما تلصق لكمش في المول تاعكم. قسموها كيما راكم باغيين، تحصلوا على اجمل بقلاوه زوقتها من الفوق بالبيستاش وبهذوك الكرز. بارطاجوا الوصفه ودسوها رمضان ان شاء الله. سلام. كي كنت صغير كنت ناكل منها بالعشر حبات وما نشبعش، وكي كبرت عرفت السر اللي يخليها طريه وخلانا كاع مدمنين عليها. المعكره، الكعبوش، طمينه الغرس او الرفيس الجزائري، يختلف اسمه من منطقه لمنطقه لكن بنته تبقى وحده. بمناسبه يناير درتها لكم اليوم بواحد الطريقه بزاف شابه عصريه ومحشي من الداخل. هنا نجيبو رطل تاع السميد يكون متوسط، نقلوه مليح في المقله حتى ياخذ داك اللون الذهبي. نروحو نجيبو تاني رطل تاع التمر، نقسموه، من الاحسن خير التمر يكون شباب اللي ما فيهش العلفه وهذاك الجلاخ اللي يجي من الداخل. هنا نجيبو 100 غرام تاع المارغرين اللي هي 3 مغارف كبار معمرين، نحطو فوق هذاك الغرس ونديهم فوق النار حتى يذوب معايا الغرس ويدخل مع هذيك المارغرين. نزيد لهم 2 مغارف تاع الحسل يعطيها طراوه وبنه بزاف شابه. نجيبو هذاك السميد ونحطوه فوق هذاك التمر وهو حامي، تمتم نخلطو بالمغرف ومن بعد نعجنوه بيدينا باش نورقوه. لقنا بابي كويسون يكون ما يلصقش. ودائما راني نستعمل منتجات ميرا بلوس، كامل منتجاتهم شابين ويعاونوكم في الخدمه. هنايا دروك تجيبوا بحلوه الترك هذيك تاع الميزان اللي ما فيهاش مكسرات، تكون سامبل، نحطوها فوق بابي كويسون ونورقوها، شوفوا كاع ما تلصقش معانا. تجيبوا دروك الطابع اللي راكم باغينه، هنا استعملت هذا الطابع تاع المعمول، نفوتوه كطبقه الاولى فوق الغرس ومن بعد فوق حلوه الترك، ونزيدوا الطبقه الزوجه تاع الغرس، تزوقوه كيما راكم باغيين وبصحتكم. الوصفة الرمضانية اللي بزاف يخافوا منها، أنا معتمدة عندي من 7 سنوات، بلا ياغورت بلا لبن بلا حليب، الوصفة الأصلية مع جميع الأسرار، بس تخرج لكم كيما تاع برا. نوري لكم كيفاش ما تطردق لكمش وكيفاش تحافظ على هاد القوام تاعها. نبداو بالسيرو واللي هو أهم حاجة في هاد الوصفة. على نار قليله وفي طنجره تكون ثقيله، نديرو 3 كيسان تاع السكر، نخلوه حتى يتكرمل، بعد نبداو نخلطوه به بالمغرف حتى يروحوا كاع دوك التكتلات. نزيدو عليه 6 كيسان تاع الماء يكون حامي، وحرزوا رواحكم. نخلوه من المول الغاليه نحسبو 15 دقيقه. نزيدو نص كاس تاع الماء دوبت فيه مغرف صغيره تاع الماء زهر ونخلوه يبرد. السميد غادي نستعمل سميد سبيسيال شاميه،
انا هنا عندي سميد، تقدروا تخلطوا بين الخشن والنصف خشن. درت في الصينيه مش تهجى في النص، عرف بلي ديك الصينيه تاعي ترفد لي الرطل. نحكم داك السميد تاعي، انا درت كيلو تاع السميد، غادي نزيد عليه 2 كيسان ونص تاع السكر، ندخل مليح هذاك السكر فيه، نروحو نوجدو كاس تاع الزيت. مع السر هو اللي هنا عندي ما زهر بودره، نخلطه في كاس تاع الماء، يعني كاس تاع الزيت مع كاس تاع الماء نخلطهم مليح، ونروحو نشربو هذاك السميد تاعنا. نخلطو مليح بيدينا حتى يتعسل هذاك السميد، ونغطوه نخلوه واحد نص ساعه هكا حتى يشرب مليح. ندهن البلاطو تاعي بالسمن دايب، ونحط هذيك الكميه تاع السميد تاعي، ومن الفوق غير نمسحو باش ما يطردقناش من يخرج من الكوشه من نشربوه، غير نمسحو ما نقش نزيرو. نقطعو الطرافي وتاني غير من الفوق، ما نهودوش خدمي حتى القاعده تاع الصني. دهنته من الفوق بالسمن، ونروح نديه الكوشه على 180 درجه ولا 190. من نشوف الاطراف حمارو نشعل عليه من الفوق حتى يحمر مليح، نجيب هذاك السيرو نشربه على 2 ولا 3 خطرات. وانا الشاميه تاعي بقى لي من السيرو واحد الكاس شربتها مليح. انا هاد البلاوات ننصحكم ما ديروش فيهم لخاطرش يسيلوا، تسمى ديروا في بلاطوني ما يكونش يسيل. وهاي الشاميه تاعنا راهي واجده بزاف شابه، جربوها وعينيكم مغمضين، بارطاجوها تسحقوها. ما يبات ما ينعجن، وفي قصعة وحدة ينخدم مقرود الكوشة الجزائري، من أجمل وألذ الحلويات اللي بزاف نبغيهم، يجوا بزاف شابين. اليوم غادي نعطيه لكم بطريقة بزاف سهلة بالخوف يوجد. نجيبو هنا 3 كيلات تاع السميد، كاين اللي يبغي يدير المتوسط، انا نبغي ندير نصف خشن باش يجي هكا مرمل وفيه ديك القرماشه. وغادي نزيد له مغرف في كل كيله تاع السميد يكون رطب، ثاني من عند مطاحن النخله. انا داك السميد رطب ندير به كلش محاجب بالمطلوع يجي بزاف شباب. نحط هذوك الكيلات، مغرف سكر، مغرف صغيره ملح، كيله ناقص اصبعين تاع السمن يكون دايب، ونكملها بالزيت. تقدروا ديروا في بلاصه السمن مارغرين. ندخلوا مليح هذاك السمن مع السميد باش ما تبيتوهش، نغطوه نخلوه غير واحد الساعه ولا 2 سوايع قد ما يتشرب مليح، ونشربوه بكيله ناقص اصبع تاع ما وما زهر. نشربوه مليح كما راكم تشوفوا، نغطوه ونروحوا للغرس اللي هو التمر المرحي. هذاك التمر نزيد له شويه تاع القرفه، المارغرين، ونطريه مليح باليد تاعي. من يولي كيما هكا نروح نورقه في ورق الطبخ على حسب الصينيه اللي غادي نديروها حنايا. هنا هذاك السميد قيته شويه نشوف، نرشه غير بشويه تاع الماء، واحد ربع كاس، وندير الطبقه الاولى تاع السميد، نعاود نحط فوقه الطبقه الزوجه تاع التمر. انا نبغي التمر بزاف، تبغوا تنقصوا نقصوا. نطبع بالطابع كيما راكم تشوفوا، ونبدا نقطع فيه هكا بالخدمي، وتبغوا تنقشوه بالنقاش ولا تبغوا تطبعوه بالطابع تاع المقرود كيما راكم باغيين. ندخلوا الكوشه، انا قعد لي واحد الساعه وربع هكا من التحت، ومن بعد شعلت عليه من الفوق باش حمار، عسلته بحسن يكون بارد. تقدموه مع الحليب وكاع بصحتكم.